السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومازال مستمرين في التحضيرات ديال رمضان 2025. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم المحنشة ديال اللوز، من ارقى الحلويات المغربية اللي ممكن اننا نديروها حتى كمؤسلة رمضانية. غنتقاسم معكم ان شاء الله جميع الاسرار باش غادي تجيكم هكا معلكة من الداخل وتجي ناجحة، ما تطرطق لكم ما حتى شي حاجة. بقاو معايا باش غندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير، وغنبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو واحد الكيلو ديال اللوز بلدي. من الاحسن نديرو اللوز البلدي اللي غادي نكونوا يعني غسلناه ونديروه في المطايب هكا واحد غير طلع عليه الغليه، وكنصفيوه وكنفسخوه بالطريقه المعتاده. ما بغيتش ندير المراحل باش ما يجيش الفيديو طويل. عندي هنا نص كيلو غنعزلو بوحدو لانه غنقليه، والاخر غادي نطحنوه هكاك خضر. عندي المزهر، نستعملوا المزهر نوعيه جيده باش ما يكونش مجهد في المذاق ديالو. عندي 300 غرام ديال السكر سنيده. عندي واحد 100 غرام ديال الزبده حيوانيه من نوع جيد هكا بدرجه حراره المطبخ. وعندي مسكه حره اللي مدقوقه مع السكر، تقريبا كندير واحد 3 حتى ل 4 ديال الحبات مطحونين، شويه ديال الملحه، وواحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، وحبه واحده ديال البيض. راه نسيت ما حطيتهاش مع المقادير. غنبدا اول حاجه غادي نطحن اللوز باش نصايب العقده ديال اللوز اللي كيكون خضر. كندير اللوز في الخلاط وغادي نطحنو بوحدو المره الاولى. فتشاركت معكم شحال من مره الطريقه ديال التحضير ديال العقده ديال اللوز، ولكن ما فيها باس نعاودوها عاوتاني. دابا كنطحن اللوز اللي كيكون خليناه ينشف غير ساعه ولا ساعتين، ما كنخليوش ينشف ليله كامله. كنطحنوه حتى كيولي بهذا الشكل هذا، حتى كيولي بحال هكا مطحون بحال الحبات ديال السميد. من بعد عاد غادي نضيفو عليه السكر. عندي هنا 300 غرام، ممكن تضيفوا غير 250 غرام ماشي مشكل. وغادي نطحن الطحنه الثانيه مع السكر. غنبقى كنطحن حتى غادي نحصل على العقده ديال اللوز. كما كتلاحظوا معايا غير كتجمع ليا العقده صافي. وبالنسبه الى استعملتوا اللوز اللي رومي يقدر ما يتجمعش لكم بهذا الشكل هذا، لان ما فيش كميه ديال الدهون، فماشي مشكل. غادي من بعد مع الدليك ديال العقده غادي يتجمع لينا. المهم كنحصلوا على عقده ديال اللوز بهذا الشكل هذا، ما كتطلق لا ليدام لا حتى شي حاجه صافي. غادي ندوز مباشره باش غادي نديرها في واحد الاناء وغنحتفظ بها جانبا. هذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظوا معايا، راه كتجي ناجحه. ماشي بالضروري نخليو اللوز حتى يبات ليله كامله، غير ساعتين صافي ونطحنوه صافي. هنا غندوز باش غادي نقلي اللوز الكميه الثانيه في زيت بارده. كنديرو في زيت بارده وكنبقاو كنحركو شويه بشويه شويه، ما كنحيدوش يدينا من التحراك حتى كياخذ لينا واحد اللون مذهب. وما نخليوش حتى يتحمر 100% لانه كيكمل يعني الطياب ديالو، كيبقى شاد الحراره وكيرجع ليه داك الصهد وكيكمل مازال تحمار برا ديال الزيت. هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما قليناه غنخليوه غير يبرد شي شويه، وغادي ندوزو حتى هو باش غادي نطحنوه. حتى غادي نحصلوا على عقده ديال اللوز بهذا الشكل هذا. غادي نوريكم من بعد القوام ديالها كي داير صافي. هنا غندوزو مباشره باش غنبداو يعني نصايبوا العقده ديال المحنشه. كناخذ واحد الاناء كبير وغادي نديرو فيه العقده ديال اللوز اللي خضر، وغنديرو الكميه ديال اللوز اللي قليناها. لاحظوا معايا كيفاش كيكون القوام ديالو من بعد ما طحناه. غادي نضيف الزبده، ماشي ضروري ندوبوها، غير تكون هكا بوماد بدرجه حراره المطبخ. مع الدليك هي غادي تذوب. وعندي هنا واحد القرصه ديال الملح باش كيكون تنصحوا الذوق يعني كتحيد البسوله ديال الحلاوه. وعندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه بلديه مطحونه. وغادي نضيف المسكه حره مطحونه هنا عندي مع السكر، ما نكثروش باش ما تقصحش لينا العقده وما تجيش ماره صافي. وغادي نبدا كنعجن هاد العناصر. وهنا راه غادي نتفكر ديك البيضه عاد غادي نزيدها، لانني كما قلت لكم في الاول راه كنت نسيتها، جاب الله تفكرتها دابا. المهم غادي نبقى كنضيف ما زهر بجوج معالق، وانا كندلك حتى غنحصل على القوام اللي بغيت، لان ماشي كلشي يعني اي لوز كنديروا ليه نفس الكميه. كيبقى الماء ديال الزهر يعني تقدروا تزيدوا او تنقصوا في الكميه ديالو
على حساب النوعيه ديال اللوز اللي استعملته. هنا غادي نضيف هذيك الحبه ديال البيض وغادي نخلطها مزيان حتى غادي تدخل ليا في العناصر لانني عاد تفكرتها. المهم المقادير كامله مضبوطه، راه غتلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف. صافي غنبقاو انا كنعرك وانا كنزيد مزهر. انا دخلت ليا 8 ديال المعالق كبار ديال المزهر. ممكن ديروا اكثر بجوج معالق او اقل بجوج معالق على حساب النوعيه ديال اللوز. كما قلت لكم كاين اللوز اللي كيكون ميدم اكثر من هذا، وعلى حساب يعني واش استعملتوا اللوز البلدي ولا الرومي كيبقى الكميه ديال المزهر. وإلا طلق لكم الزيت، الا طلقت لكم العقده الزيت، فغتبداو تضيفوا مزهر، غليوه مزيان يكون سخون وانتم كتعجنوا به، ما ديروهش دافي. انا راه ما طلقاتش ليا ليدان، بقيت غير كندلك حتى حصلت على هاد القوام هذا. هكا خصها تكون العقده تكون معلكه ومدلوكه مزيان، كتولي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. انا ضفت 8 المعالق كبار ديال المزهر، وانتم ممكن تضيفوا اقل او اكثر بجوج المعالق او بمعلقه على حسب نوعيه اللوز. كنظن راه واضح. غنزيد نقربكم من القوام ديال العقده، كتولي هكا كتلمع ومعلكه. صافي غنحتفظ بها جانبا. هنا راها واجده وغندوز مباشره للورقه. عندي هنا الورقه ديال البخار تقريبا غنحتاج ل 12 ورقه، يعني كيلو قل شويه. غادي نحيد منها 4 سنتيم من كل جنب بهذا الشكل كما تلاحظوا معايا في الفيديو، باش كنحصل على واحد الشكل اللي تقريبا مستطيل مربع. المهم كنحيد تقريبا واحد 4 سنتيم 3 سنتيم من كل جنب. ممكن تستعملوا الورقه ديال الفيلو، ولكن الصراحه راه المحنشه راه هي الورقه ديال البسطيله. الناس اللي في المغرب من الاحسن ورقه ديال البخار. صافي هنا كناخذ بثلاثه الورقات او 4 على حساب، يعني تكون ايديكم خفيفه ولكن راه ما فيهاش الخدمه، دغيا كتلويوها وكتساليو. فكناخذ الورقه كنحلها بهذا الشكل هذا، ديما الجهه الحرشه اللي كتكون من الفوق والملسه راه كتكون من التحت. كناخذ القطع ديال البيتزا اولا المقص وكنقطع واحد 10 سنتيم تقريبا من الورقه. علاش؟ باش ما تجينيش الورقه كثيره في المحنشه، يجيوني الدورات ديال الورقه قلالين باش كتجي هكا زوينه. صافي كنفرق بين هذوك الورقات باش يعني تجيني الخدمه سهله ملي نكون كنلوي المحنشه ديالي. وكناخذ الزيت كندهن بها الورقه. ما ندهنش لتحت ديال الورقه لانني غندهنو بالبيض ديال البيض باش نسد المحنشه. كندهن فقط تقريبا ثلثين ديال الورقه. وكناخذ اللوز وكنبدا كنصايب هكا حربول ديال اللوز. الطريقه التقليديه المحنشه راه معروفه الطريقه باش كتصايب، غير بغيت نشارك معكم الطريقه. صافي كناخذو كنحربلو نيشان فوق الورقه، ما نحتاجش انني نحربلو في بلاصه اخرى عاد نهزو. نيشان فوق الورقه كنحربلو. كنبدا هكا كنلوي عليه الورقه وانا كنجمع تكون صامته الورقه على العقده وما نزيروش بزاف، تكون هكا شاده ولكن يعني ما نرخفو ما نزيرو بين وبين. صافي كتشد الورقه على العقده كنبدا كندور بشكل عادي. كنأكد الا زيرنا راه كترطق في الفران لان اللوز كيتنفخ في الطياب، وحنا درنا واحد البيضه يعني في العقده، فنديرو بحساب هذا الشيء. غير ما نزيروش وفي نفس الوقت ما نرخفوش باش الورقه ما تجيناش هكا يعني تبدا كتفرق على بعضياتها وتجينا هكا بحال شي بات فويتي من فوق المحنشه. لا، خصها تجي هكا صامته على العقده ديال اللوز. غنعاود معكم واحده اخرى باش غادي يكون واضح. غادي ندهن بالزيت، ما دهنتش بالزبده. علاش؟ لان العقده درت فيها كميه مهمه ديال الزبده، وهذيك الزبده راه هي غادي تفتي الورقه وغتخرج يعني غادي غتطلق ديك الليدام ديالها وغادي تفتي لينا الورقه. ما كاينلاش نديرو الزبده يعني في الورقه، كندهنو غير بالزيت. كنصايب حربول بهذا الشكل هذا وما نوصلوش العقده ما تكونش واصله حتى الاخر ديال الورقه. صافي كنلويها بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. كنحاول ندور الورقه على العقده ديال اللوز بهذا الشكل هذا تكون شاده بلاصتها. صافي من بعد راه كنبدا انا كنلوي وانا كنشد وكنأكد ما نزيرش بزاف. كتكون ايدي عادي ما مطلوقه ما مزيره. صافي حتى كنكمل الحربول. راه دغيا كنصايبوا هاد المحنشه ما كتاخذش منا نهائيا المجهود فاش كنكونوا يعني كنصايبوها من غير هذاك اللوز اللي ضروري خصو يتفسخ. صافي هنا غادي ندهن الورقه الاخر ديالها بالبيض ديال البيض وغادي نكمل التحربيل ديال المحنشه بهذا الشكل هذا. صافي غنديرهم في اللاطه ديال الفران
وحده حدا وحده بهذا الشكل. كتجي نيشان معها عبار، لان الورقه فيها 45 سنتيم ولا 46 45، فملي كنقصوا منها دوك الجوانب كتبقى فيها تقريبا واحد 39 38 سنتيم. كتجينا نيشان قد اللاطه ديال 40. بالنسبه للكيلو ديال الورقه عطانا 12 يعني 12 بودان او حربول ديال المحنشه. ممكن نعطيكم 13 14 الا رققتوا اكثر من هذا القياس، ولكن هذا القياس راه هو اللي كيجي فيها زوين في الشكل في الاخر. صافي كندهن الحرابل كاملين ديال المحنشه بالزيت وغادي نخليها تبات ليله كامله. ضروري نبيتوا المحنشه ليله كامله، بحال الكعبه، بحال يعني البريوات ديال اللوز كنبيتوها حتى لغد لي عاد باش كنطيبوها. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما باتت ليله كامله. كتجي هكا بحال طيبه، وهي راه ما طيباش، غير كتشد في راسها، وكنتاكدوا بانها ما غطرطقش لينا في الفران. بالنسبه للطياب كنسخنوا بالنسبه هنايا عفوا بغيت نوريكم غير عقده اللوز، راه ما كنخرجهاش حتى الجوانب ضروري، لان باش ما تخرجش لكم في الفران وتحرق. كما قلت لكم بالنسبه للطياب الفران كيكون سخون مزيان على 200 درجه من الفوق ومن التحت. غير كندخلوا المحنشه كنقصوا ل 180، ديك 10 دقائق 15 دقيقه الاولى كنديروا غير 180 درجه، من بعد كنقصوا ل 160. كنقصوا ل 160 واحد تقريبا واحد 15 دقيقه ثاني. المجموع كيكون واحد 25 دقيقه اللي كدوز في الفران. في الاول كتكون 180، من بعد كدوز واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق، غير كتشد هكا في راسها. كنقصوا ل 160 باش كتجينا هكا مذهبه وكطيب على خاطرها، وما كنفوتوش كما قلت لكم 25 دقيقه في الفران من الفوق ومن التحت. صافي كتجي هي هذيك كنخرجوها مباشره كنعسلوها. عندي هنا تقريبا واحد 250 غرام ديال العسل. ديروا العسل ديال الماكله ولا العسل ديال اللي كنطيبوا عادي ديال الشباكيه، كيبقى لكم الاختيار. كنعسلوها وهي سخونه بهذا الشكل هذا. ممكن يعني تخرجوها وتدردروا عليها غير سكر كلاصي وتقطعوها، حتى هو كيجي شكل زوين وكلاسيكي يعني ديال المحنشه. وممكن تعسلوها بما اننا في تحضيرات رمضان كنبغيو هكا المعسلات، فانا فضلت انني نديرها هكا معسله، لان هذه اللي كتجي مقطعه يمكن لينا حتى نزينوها بالسكر كلاصي. صافي كناخذ هذاك الفائض ديال العسل وكنبقى كندهن به هكا الحرابل من الفوق باش منين نجي نقطعهم يشد ليا فيهم داك اللوز باش غادي نزينهم. عندي هنا واحد 150 غرام تقريبا ديال اللوز افيلي اللي حمرته. ممكن ديروا لكم كاسي على حساب اللي بغيتو، ماشي مشكل. ممكن تخليوه هكا صحيح اولا دقدقوه بحال كيما غندير لي انا. غادي نحاول نهرسو شويه بيدي باش يجي هكا صغير في الحجم ديالو، وممكن تخليوه هكاك ماشي مشكل، كيبقى لكم الاختيار. صافي كناخذ واحد الموس يكون مسنن من الاحسن، ضروري ماشي من الاحسن في الصراحه، خص الموس يكون المنشار اللي مسنن هو اللي كيقطع لينا. كتجي هكا لا فينيسيون مزيانه. كنقطع هاد الحاشيه اللي كتكون هكا قاصحه، وغادي نبدا كنقطع في المحنشه ديالي بهذا الشكل هذا، بهذا القياس اللي كتلاحظوا معايا في الفيديو. تقريبا واحد غنقولوا 4 سنتيم في الحبه. الا درتوها صغر ما غتجيش هكا باينه. من الاحسن 3 سنتيم ونص مزيانه. صافي كنبقى ناخذ قطعه وكنبقى كنعبر عليها وانا كنقطع. من بعد راه كتشدوا العبار ديالكم غير بعينيكم، ما يمكن يعني ماشي بالضروره انكم تبقاو تاخذوا العبار بشي قطعه اللي نتوما مقطعينها. صافي هنا غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش معلكه من الداخل، وديك الورقه مقرمشه كامله كتجي الطياب داخل ليها حتى لداخل. كناخذوا القطع ديال المحنشه وكنحطوهم هكا الوجه ديالهم في اللوز افيلي. هنا كنوريكم غير الشكل ديالها والتأليكه كيفاش باينه من الداخل. والطياب راه حتى هو كيجي موحد من التحت ومن الفوق، كتجي مذهبه من البلايص كاملين ما شاء الله، كتجي كلها فيها نفس اللون. كناخذوا هكا هاد لي كيسيت اللي كيكونوا ديال الحلوه اللي كيتباعوا عند الناس اللي كيديروا لوازم الحلويات. من الاحسن ديروا هاد اللون في الماغون، ما كيبينش هذاك العسل، وكيجي هكا زوين حتى في الشكل ديالو. صافي وكنبقى كنستمر بنفس الطريقه. كنزين بهذا الشكل هذا باللوز افيلي، وكنهز كل حبه كنديرها في هاد الكويغطات ديال الحلوه اولا لي كيسيت. وكان هذا هو الشكل ديال المحنشه اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم.
هي كفكره كاين بزاف الناس اللي يعني كيعكزوا على التحضير ديال البريوات مثلا او لا شي حاجه اللي كتشد اليد، فهي كتبقى يعني باسبارتو كتطلق يعني كمؤسله مع الفطور، او ممكن حتى نستهلكوها مورا الفطور مع اتاي، كتجي رائعه بزاف بزاف، والتحضير ديالها ساهل وكتبقى هكا هماويه وزوينه، شي حاجه ديال تحميره الوجه اللي كتجي من اروع ما يكون صراحه. وراه كتجي معلكه وكتجي ديك الورقه هكا مقرمشه فيها. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ غديروها غير في يعني في واحد البواطه وتحتفظوا بها في الكونجيلاتور، كتبقى وكانكم حضرتوها في نفس النهار، كتحافظ على ديك التعريكه ديال العقده والتقرميشه اللي في الورقه. هنا غنوريكم كيفاش كتجي، راه ديجا وريتكم ولكن غادي نعاود نشوفوا الشكل ديالها وكيفاش كتجي معلكه من الداخل. وحتى الطياب كما قلت لكم ما تفوتوش من 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه كحد اقصى في الفران. لاحظوا معايا راه محمره من التحت وما كتفرقع ما كتشقق ما والو في الفران، غير ما تفوتوش كما قلت لكم الوقت المحدد لها في الطياب باش ما تقصحش لكم وما تحرقش لكم العقده. شوفوا معايا التاليكه كيفاش كتجي معلكه هذيك العقده، والورقه كتجي مقرمشه، الورقه حتى الورقه الدخلانيه كتجي مقرمشه هكا وكتجي زوينه. غير احترموا النصائح اللي عطيتكم في الطياب. في الاول ديروا 180 واحد 15 دقيقه، من بعد نزلوا ل 160 باش كتاخذ الطياب ديالها على خاطرها. كنتمنى ان الفيديو يكون الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا استفدتوا منه. الا كاين شي سؤال خليوه ليا في التعاليق، غادي نجاوب على الاسئله ديالكم ونخليكم هنا حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا بسلامه.